الحكومة بتعمل هدايا للمصريين بمناسبة شهر رمضان الكريم. تعال أقول لك إيه اللي حصل. طبعا الحكومة قررت قرارات حلوة جدا بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل سنة وانتم طيبين. القرارات ديت عبارة عن زيادة المعاشات، زيادة تكافل وكرامة، زيادة الأعمال الغير منتظمة، وكمان زيادة التموين. زيادة المعاشات هتزيد من أول شهر إبريل اللي جاي ده بنسبة 25%. كمان زيادة تكافل وكرامة برضه هتزيد من شهر إبريل اللي جاي بنسبة 25%، بس هيزيدوا في شهر رمضان ده 300 جنيه. كمان رفعوا الحد الأدنى للأجور، هيبقى 7000 جنيه، بس طبعا ده هيطبق من أول شهر 7 اللي جاي. عندك بقى التموين هيزيد، هيبقى الفرد الواحد 125 جنيه، يعني ليه سلعة ب125 جنيه من أول شهر رمضان ده، وهتفضل مستمرة لبعد كمان شهر رمضان. أتمنى بقى توصلوا الفيديو ده لكل الناس اللي عندهم معاشات أو تكافل وكرامة أو حتى عمالة غير منتظمة، وكمان الناس اللي مهتمة بالتموين وخلافه. وصلوا لهم الفيديو عشان الحاجات دي مهمة جدا. قرارات حلوة من الحكومة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بيروقوا كده على الشعب، فطبعا قرارات كويسة جدا، وكل سنة وانتوا طيبين.